السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هو الفيديو ده انا مصوراه من زمان، بس انا قلت بقى اسجل معاكم الصوت وانشره، لانه لقيته قديم عندي، فقلت ان انتوا تقوموا بقى تشجعوا وتتشملوا كده. هنا كان عندنا يوم السوق، رحت جبت بقى، كانت بنت عايزة محشي فجبت لها كرومباية، وجبت موز بقى ولفت وخس، وجبت بقى كل الخضار كده زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. الحاجة النهاردة وجبت تفاح. الحاجة النهاردة كانت في السوق فريش وجميلة جدا، واسعارها كويسة برضو في متناول الجميع. وجبت هنا كده جوافة. كان النهاردة الموز الكيلو ربع ب10، والتفاح كان تقريبا ب20، والجوافة كانت اللهم بارك الكيلو وربع ب10، والرمان برضو حوالي كيلو وربع او كيلو ونص ب10. وكانت كمان حاجات كلها فريش جاية جميلة ما شاء الله. الاسعار كانت جميلة جدا النهاردة. وجبت هنا كده دي كاكا، فاكهة الكاكا، برصها بالراحة كده، لان انتوا عارفين فاكهة الكاكا من الفواكه الطرية الرخية، يعني بتتفعص بسرعة وممكن تبوظ لو محافظناش عليها ورصناها كويس. وده الموز. انا هحط بقى رص الفاكهة كلها فوق كده. وهنا جبت بتنجان كان طازة جميل جدا جدا، كان الكيلو وربع ب5. وهنا كده درج التلاجة، انا كان عندي فلفل فمشتريتش فلفل. وجبت هنا خيار، يعني انا بس هو مرة في الاسبوع او مرتين على حسب ما بحتاج. يعني لما بلاقي الحاجة فريش وحلوة وطازة بجيب بكميات كبيرة على اساس تعيش عندي اسبوع. وجبت هنا طماطم. وهنا كنت جايبة ايه في الشنطة ديت تقريبا، هنا اليوستفندي اللي هي ترابيتينا، مش استفندي، ترابيتينا. وهضيف كده درج التلاجة في التلاجة. وكنت جايبة تقريبا بطاطس هنا في البتاعة دي، كانت البطاطس كنت جايبها كيلو ب5، بس كانت جميلة كده، بطاطس جديدة واللي هي بتتعمل شيبس اصلا، طعمها جميل كده، بتبقى مقرمشة وحلوة ما شاء الله. هنضف كده بقى الدرج كده من الحاجات اللي فيها وقشر البصل ولا حاجة. هو الدرج نضيف بس وقع في قشر بصل. وهسيب فيه كيسة بتاعة التوم والبصل والحاجات ديت اهوت. وهنا كده انا بلم الاكياس والزبالة اول باول وانا قاعدة على الارض كده، عشان خاطر مفيش اي زبالة او اي بواقي خضار او اي حاجة مش كويسة تبوظ الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنا كده كنت جايبة هنا جبت فرخة، وجايبة في الطبق اللي انا سبته في الجنب ده كنت جايبة فول، عشان ان انا يعني اعمل فول مدمس. وهنا بقى كده كنت جايبة جرجير. الصراحة الخضار النهاردة كان فريش جدا وجميل. ده كان سبانخ، دي كانت سبانخ. فجبت كده سبانخ وجرجير. وانا بحب اقعد انضف الخضرة وانضف حاجتي مرة واحدة، عشان خاطر يعني عافاكم الله وشفاكم يا رب، ان انا عندي رجلي اليمين وجعاني شوية، ما بقف بتوجعني. فانا بحب اقوم جايه قاعده كده انضف خضاري كويس، وانا وانا قاعده كمان بتمكن ان انا انضف حاجتي كويس، ما بتسرعش. بنضف الخضار كويس، اغسله كويس، اظبطه، اعمل كده يعني. هنا كده انا بنضف الروز بتاعه الجرجير، بحب ان انا اسيب خضار نضيف كده وبنقعه بخل واغسله وانضفه. كنت جايبه كمان خس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجايبه هنا كده شبت وكزبره وبقدونس، انا مش هستعملهم فهسيبهم في الشنطه اللي هي جايه فيها.
وجبت هنا ربطة الخص دي كانت ب5 جنيه. الاسعار النهاردة كانت جميلة جدا جدا جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله، يا رب تبقى كده على طول. هنا كده انا بحب انضف الخص كده زي ما انتوا شايفين. في الاخر بقى هقوم جايه نقعهم في ميه بخل، بشيل كده العيدان اللي هي الصفرة او العيدان اللي مش كويسة، واقطع الراس اللي هي كانت بتبقى مزروعة في قلب الارض اصلا. وبنضف خضاري كده وبظبط حاجتي وانا قاعدة، مش هتاخد مني حاجة والله، يعني اقل من ربع ساعة كنت منضفة حاجتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. وهنا كده خلاص نضفت الخس. هعبي بقى كل الزبالة ديت عشان اخلي مطبخي رايق حواليا كده، على اساس اما اجي اقف اطبخ اكون رايقة، ما يكونش في حاجة مكركبة حواليا. ان انا اطبخ واطلع انام بقى، لان في اليوم ده كنت صاحية من بدري. طبعا نروح السوق، بقوم من بدري عشان اجيب حاجتي وكده. فهنا كده انا حطيت الفاكهة فوق زي ما انتوا شايفين، وعين الفرخة في التلاجة دلوقتي، لان انا مش هطبخ. كنا يعني بدري، احنا كنا الساعة 7 الصبح او 7:30. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا هظبط فكيتي عينها فوق كده لحد ما اغسلها، والم الزبالة على بعضها، وهنقع الجرجير والبتاع ده والسبانخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبي محمد. وبالنسبة بقى للخس للورق اللفت، فانا يعني هنقعهم في طبق كبير، لان الطبق ده ما كانش هيقضي طبعا ياخد كل الخضار. هنا جبت كده الطبق ده، انا بنقع في الخضار، بنقع فيه لما اكون يعني عايزه اغسل مانجا عشان اخزنها، اغسل حاجه. الاطباق دي مخصصه للخضار وللاكل وكده، انما حاجه الغسيل او حاجه اللي بتدخل يعني بغسل فيها هدوم في الحمام، او بغسل فيها مثلا عباية اي حاجة، او بحط فيها هدوم، ما بحطش فيها خضار ولا اكل. بنضف كده زي ما انتوا شايفين اللفت، بنضفه زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة ديت. ان انا بقطع العيدان واحطها في جنب، على اساس لو كنا نعملها محشي نعملها، مش هعملها فانا برميها الصراحة او بطلعها للطيور. هنضف كده اللي هيتعمل مخلل، وبحطه في الطبق، على اساس ان انا بعد ما انضفهم اقوم جاي حاطه عليهم ميه واخلي عشان يقتل كل الميكروب ويقتل كل الاتربه يعني والحاجات اللي فيها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. افضل بقى انضف كده كل حاجه من حواليا، عشان خاطر ايه؟ كنت شويه كده افطر وانضف الشقه وادخل اطبخ، وبقى لا اما اقعد اذاكر لبنتي يا اما انام كده، مبقاش ورايا حاجه، او اشوف شغلي على الكمبيوتر كده، ان انا مبقاش ورايا اي حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيد وحبيبي رسول الله. انا بقى الفيديو ده انا مصوراه من زمان، من زمان جدا، بقاله بتاع شهر ونص على الموبايل. جت كان عندي بابا الله يرحمه، يا رب يغفر له ذنوبه ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته يا رب. تعب شوية وتوفي. واصلا يعني القناة بقى ما نزلتش عليها القناة، يعني ما نزلتش عليها اي فيديوهات ولا حاجة. فدي بنتي مكة، هي صحيت من النوم، اما اي ما تعيطت لماما بقولها تعالي جنبي، كانت لسه صاحية من النوم. فقلت بقى اسجل الفيديو ده كده بالليل بعد ما نيمت ولادي، عشان خاطر انزله على القناة. عشان غلط طبعا القناة انها تفضل كده من غير ما نزلش عليها فيديوهات ولا حاجة. وبرضو انتوا وحشتوني، فحبيت اشارك معاكم كل فيديوهات ويومياتي،
على القناة، لان اهلي التانيين والله وربنا يعلم ان انا بحبكم قد ايه. فانا هسيب بقى الورق ده كده على جنب، على اساس ايه ان انا اطلع الحلو منه واعمله مع المحشي. في اليوم ده كنت عامله محشي يعني كرنب ومحشي ورق خس، وبعمل حاجات بسيطه كده يعني، كل حاجه صغيره عشان خاطر ما اكترش ويترمي. فانا بكلم بنتي هدخل كده بقى على الحمام انقع الطبق ده، لان المطبخ عندي ضيق مش هياخد